صلى الإله صلى على الذي تجلى صلاته دوام فحبه ضياء إليه شوق قلبي ومنه وحي ربي أتى لنا إماما وهديه ضياء محمد حبيبي هدى. السلام عليكم، كيفكم يا صبايا؟ رجعت لكم اليوم بفيديو جديد وروتين جديد. بالبداية حطوا لي لايك وصلوا على النبي بالتعليقات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الفيديو يا صبايا أول يوم العيد، فهيك فقت الصبح كان الحيطان نشفانة من قبل بيوم، دهنا دهين زيتي، كنت أنا مدهنة دهين مائي، فلقيت شغلته فاضي، كل فترة وفترة برجع بتوسخوا الحيطان، فأنا لا الأفضل ندهن زيتي، ودهن الزيتي بتيجي ريحته أقوى، فشغلت عليهم المراوح، استنيت هيك الحيطان نشفوا، شطفت الأراضي كلها. الموكيت اللي مديتها بأول غرفة هي صار لي فترة شاريتها، فحبيت كتير نوعيتها، عم تتوسخ بغسلها في الأرض، بحسن بحطها في الغسالة كمان، غسلها كتير سهل، فقلت ليش ما أرجع أجيب وحدة لأول دخلة البيت. فهديك كان مقاسها بالطول، هي مقاسها بالعرض، بس يعني الألوان نفسها، بس الرسم مختلفة شوي. أن الزلمة ما في عنده من نفس الرسمة، فأنتوا قولولي حبيتوا شكلها ولا شلون؟ بعد تعب كل اليوم قلت خليني اشرب فنجان قهوة وهدي اعصابي شوي. في عندي هدول البسكوتات، في اكثر من نوعية منهم، بس نوعيتهم بتجي يعني ميلة للسادة اكثر ما تكون اني ميلة للحلو، فما بحب البسكويتات اللي بكونوا نوعيتهم حلوة كتير. يا ليلة العيد أنستينا، يا ليلة العيد أنستينا، وجددت الأمل فينا يا ليلة العيد. هلالي هلل علينا فرحنا له غنينا. فتلت بالسوق كتير على عبايات، فما لقيت أنسب من هي العباية، لونها أسود وعلى أطرافها الزرار، في منهم بدل الزرار عم بيجي ألماز، أنا ما بحب الألماز على العبايات، وفي إلى هي الربطة بالنص كمان، هيك بتصير مثل الريبانة، كمان شكلها كتير حبيته، والزرار لونه بيج، ما بعرف إذا بطحان عليكم اللون ولا لأ، أنتوا أعطوني رأيكم، حلوة ولا ما حلوة؟ بس حسيتها لونها كأنه مختلف، اخترت معها هي الشنطاية، هيك حبيت شكلها، لونها بيج وملمسها ناعم كتير، حسيت هي المسكة اللي عطيني اياها معه ما حبيت شكلها، حسيتها ابدا ما يزيد معه. وطبقت مع الشنطاي هي الخفافة، حسيت هيك شكلها كتير زيبت، شوفوها واعطوني رأيكم انتو. تذكروا المرة الماضية لما كنت عم بورجيكم الساعات لما كنت عم بشتري، بس ما ورجيتكم الساعات اللي اشتريتهم، اخذت هي الساعة الرجالية واخذت الساعة النسوانية ومع مثل سوارة صغيرة. أنا دايما بقول أنا بستاهل أحلى شيء بالدنيا، ورب العالمين كاتب لي أحلى شيء بالدنيا، لأنه أنا جواتي كتير حلو. أنا هذا الشيء اللي بيخليني لو شو ما مرق علي ظروف صعبة، بكيت، انكسرت، عصبت، اتضايقت، لما برجع بقعد بيني وبين حالي، برجع لهذا المكان اللي فيه سكينة جوات قلبي، بقول أكيد رب العالمين بيعرف أنا قد إيه قوية، لهيك خلاني مر بهاي التجربة. هي أجواء حلب بالعيد، هي أول يوم العيد، كنت رايحة عند أهلي، طلعت من بيتي من الأشرفية وهلا رايحة باتجاه السريان، مين بيعرف منطقة السريان؟ وبالنسبة للشوارع كتير سألتوني عن موضوع النظافة، عن موضوع الأجواء. بالنسبة للنظافة كل ما عم بتصير أفضل بكتير من قبل، لضبط المرور كله أفضل عم بصير، والحمد لله يعني الوضع كل ما عم يتحسن. أنا مثل اليوم السنة الماضية كنت جاي على سوريا،
وفيديوهات إن شاء الله يعني قادمة بدي أحكي لكم عن الوضع بشكل يعني تفصيلي. وهي دخلة الزبدية. مين بيعرف منطقة الزبدية؟ كانت منطقة كتير راقية قبل الأحداث، وبعد ما جيت كان يعني فيها هيك شوية دمار شوية خراب، كمان الوضع كل ماله على أحسن الحمد لله. أتعني ما تقوله هذا حقا؟ إذا في العيد لا نقول سوى باي باي وأهلا. هو صار المساء، قلت خليني أروح على هي الملاهي فاتحة جديد بالأشرفية، فهيك فاتحة من قريبه عم بيشوفوا الوضع فيها تفاعل ما فيها تفاعل، لسه يعني تجريبي. فأخذت أولادي ورحت. كان الراكب الصغار بحدود 20 ليرة تركي، والكبار بحدود 40 ليرة تركي. أنا بصراحة ما لعبت ولا بلعبة، بس هيك تفرجت وصورت لكم الأجواء، وطالعت أولادي بالألعاب الصغار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله. قد ما الأم سوت أكلات في البيت، بس يطلعوا الأولاد بحبوا ياكلوا أكلات برات البيت، بيحبوا يغيروا جو. طبعا كل مكان وله جوه، فأخذت لهم غزل البنات وأخذت لهم بوشار. العيد ب3 أيام قررنا نروح على الريف الغربي. هي إن الجو إني صار هيك أهدى وخفت زحمة الأعياد، وبنفس الوقت مو مسافة بعيدة، يعني بين حلب وبين الغربية بحدود ساعتين ساعتين ونص في سفرة. فرحنا نزور قرايبينا بالعيد ونعيد عليهم. طب هون رحنا على أساس رحنا عيدية لعندهم، فالجماعة كانوا مساوين فريكة وحيطين على وشها لحمة، ومساوين رز ومساوين ملوخية وسلطة. فيسلم إيديهم، كان أكلهم كتير طيب. قعدنا عندهم ساعتين، بعدين هون سوونا قهوة وضيفونا ضيافة العيد، حملنا حالنا ومشينا. شفت كتير بالسوشيال ميديا عم يحكوا عن المول الصيني ومول الحمراء، قلت بما انه انا بالريف الغربي خليني اروح على مول الحمراء. كتير هيك مشتاق اني اشوف هذا المول واشوف ايش فيه هيك شغلات حلوة. فبعد ما طلعنا لفوق لقينا بس الكافيتريات فاتحة وكل شي مسكر، من اسواق من البسة من هيك قصص. فما حسنت والله اشتري شي، ولا حتى حسنت ادخل على المحل، لاني صاير ضمن المول كل قسم مثل المحل ومسكر. أخذنا كولا وركبنا سيارة ورجعنا على البيت، تقريبا المغرب كنا في بيتنا. بس موضوع المواصلات بالريف الغربي كتير صعب، اللي ما عنده موتور اللي ما عنده سيارة في صعوبة كتير بالمواصلات. صورت فيها انا ويوسف. طيب هون بعد يومين قررنا نروح على قلعة حلب وأصوركم الأجواء فيها. أخذنا معنا شوية أكلات، تمشينا وأخذنا معنا كمان سندويش شاورما. كان الأجواء كتير حلوة، هيك الجو ميل للبرودة كتير حلو. وعدتك أن لا أعود وأن لا أموت اشتياقا، وعدت مرارا وقررت أن أستقيل مرارا ولا أتذكر. واذكروني لها بكل. هي أجواء سوريا وهي أجواء حلب، الناس كلها مبسوطة وكلها فرحانة. ما رح أقلكم الناس اللي نسيت الحرب ونسيوا كل شيء أنا مر على راسهم، لا، بس الناس لازم تتخطى، ونحن لازم نتخطى كل شيء مر على راسنا. ما رح نضل عايشين في الماضي، ولازم نبدأ حياة جديدة ببلدنا ووطننا. وإن شاء الله يا رب كل مغترب يرجع لبلده وأرضه، وتكونوا مستقرين ومبسوطين بحياتكم. أولادي إلا بدهم يشتروا ألعاب، إلا بدهم يشتروا بالونات. اشتريت لهم بالونة، ما طولت معهم البالونة لمدة 5 دقايق 10 دقايق كانت خالصة.
بعد ما طلعنا من قلعة حلب لفت نظري هالعبارة الحلوة. هيك يا صبايا بنكون وصلنا مع بعض لنهاية الفيديو، على أمل اللقاء في فيديو جديد وروتين جديد. بترككم أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.